صباح الخير. النهاردة عملت مسقعة بالفلفل السبايسي كده كلنا بنحبها وده كان شكلها. في واحدة من المتابعين طلبتها مني وعشان كده انا عملتها. بصوا، انا جبت حلة حطيت فيها حبة زيت صغيرين مش كتار، وحطيت فيها حوالي 3 فصوص توم حمرتهم لما لونهم وصل للذهبي، ونزلت بحوالي 3 طماطمات، عملتهم في الخلاط وكده ونزلت عليهم على التوم على طول وحطيت وظبطت الملح بتاعها. دي كده كان الصلصة بتاعت البتنجان، وكنت جايبة بتنجان وقشرته وحطيته ورشيت عليه ملح وسبته لحد ما ينزل المية بتاعته عشان ما يشربش زيت، وبعدين كنت مسخنة الزيت جامد على النار ورحت جاية نازلة فيه بالبتنجان. الأكلة دي مصرية أصيلة. ممكن تعملوها في الغدا في العشاء لو محتاجين تعملوا أكل ايه بقى النهاردة، أنا قلتلكوا اهو. وسبت بقى البتنجان كده مع الزيت لحد ما اتحمر كله. طبعا كل ما بياخد اللون الذهبي بقلبه على الجنب التاني. اهو هنا كده كان اتحمر. لو أول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. البتنجان كده كله كان خلاص خلص، بصوا شكله بقى عامل ازاي، واخد اللون الذهبي جميل جدا. كنت هنزل بقى باقي البتنجان كله في الطاسة، ولما يتحمر هطلعه برضو زي التاني كده بنفس درجة اللون. لا حول ولا قوة الا بالله. وهنا الصلصة كانت على النار بقى بتتسبك. انا عايزة الصلصة تقيلة بس يكون فيها صوص خفيف كده. كانت طعمها حلو قوي قوي المسقعة على فكرة، مع طبق فول بقى وطبق بطاطس وبتبقى طعمها لذيذ قوي. اهي بصوا خلاص كده كان البتنجان كله بتاعنا خلص. هاجي بقى هجيب طبق هحط في الأرضية بتاعت الطبق من تحت صلصة زي ما انتوا شايفين، وهرص فيه بقى البتنجان، هحط طبقة بتنجان وفوقيها طبقة صلصة لحد ما اخلص كل كمية البتنجان اللي عندي. البتنجان اصلا كان طالع لونه حلو قوي واخد اللون الذهبي المتحمر الجميل مع الفلفل بقى السبايسي، كان طعمه جميل جدا. هرص باقي البتنجان. ديت المسقعة من غير لحمة، من غير لحمة مفرومة، من غير اي حاجة. ينفع تتعمل مع سمك برضو بتبقى حلوة قوي. على فكرة البتنجان لما بيتنقع في ملح، يعني بيترش عليه ملح ويتساب ينزل ميته، ما بيشربش زيت خالص. ما تنقعوهوش في مية، انقعوه في ملح بس، يعني حطوا رشوا عليه حبة ملح كده وسيبوه وهو هينزل ميته. هنا خلصت خلاص كل صلصة البتنجان ورصيت البتنجان كله، وطبق البتنجان بقى بالشكل ده. هنزل عليه بقى بالفلفل السبايسي، وده بقى شكل الطبق بتاعي. وبألف هنا وشفا عليكم، يا رب المسقعة بتاعتي تكون عجبتكم.